أهلا، تعال أحكي لك قصة أحمد وعيلته. أحمد طفل اتولد لعيلة مسلمة، عاش حياته في بيت مسلم. أبوه ساعات ياخده يروح معاه يصلي وساعات يسيبه، ومع مرور الوقت الأب مشاغل الحياة خدته فما بقاش يسأل أحمد على الصلاة. وأمه نفس الفكرة، بقى كل همها تصحى الصبح تجهز الفطار وتشوف مصالح البيت. أحمد اللي كان طفل امبارح بلغ النهاردة وكبر، والصلاة بقت مفروضة عليه. ما بيصليش لأنه ببساطة ما ترباش على كده. أحمد كبر وبقى شاب زي القمر، فتح لنفسه مشروع يبيع ويكسب منه. لكن أحمد برغم إنه شاطر في تجارته وقع في محرمات لأنه ما تعلمش فقه التجارة. أحمد حوش له قرشين وقرر يحطهم في البنك عشان ياخد عليهم فوايد، فبالشكل ده وقع في الربا. كتير حوالينا أحمد، وكتير من الأسر بيربوا أحمد وهم مش واخدين بالهم، اهتموا بأكله وشربه ولبسه وتعليمه ونسيوا الحاجة الأساسية اللي المفروض يهتموا بيها، وهو دينه. فما تكونش زي عيلة أحمد وتنسى الجانب الديني من حياة أسرتك. في حلول كتير، دخلهم أزهر مثلا، أو حتى اشترك ليهم في أي برامج من البرامج الشرعية الموجودة دلوقتي. وانت ولا تكون زي أحمد اللي نسي نفسه، وتعلم الجانب الديني اللي يفيدك في دنيتك وآخرتك في المجال بتاعك. يعني لو انت تاجر مثلا، اتعلم فقه التجارة، اتعلم الزكاة، وهكذا. مش مطلوب منك انك تكون فقيه، لكن مطلوب منك انك تكون مسلم. السلام.